السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، محرمش من كومنتاتكم الحلوة ومن اسئلتكم الحلوة يا رب. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض شاورما كده ونعمل كريب، شوية كريب كده حلوين. انا بعمل العجينة في البيت بس ايه، والله يا ولاد انا مش قادرة ان انا اقف من البرد وعندي دور برد جايلي في عظمي. مش قادرة ان انا اقاوم، مش قادرة ان انا اقف. فبعت الولاد كده راحوا جابولي عيش الكريب ده. عيش الكريب ده بيبقى جاهز كده. هم عايزين ياكلوا كريب، بعت جبت العيش ده كده جاهز معايا. كده اوريكم واحده، بس باذن الله ادعوا كده بالشفاء، وباذن الله باذن الله من غير مقاطعه انا هعمل لكم طريقه عمل الكريب. ماشي. انا كنت عايزه اعمله لهم ببطاطس ميكس كده، فهم قالوا لا يا ماما عايزين شاورما. فاكرين البانيه اللي انا كنت مفرزاه ده وحاطاه في الفريزر؟ اخد منه كده واعمله ايه، شاورما. ومعايا بحب اضيف على الشاورما الفلفل اللي هو الالوان ده، وبصل وقرن فلفل. انا كنت عايزه احط فلفل حامي بس عشان حامي او شطه، واحنا تعبانين وكده مش عايزه ايه ان انا اخليه حامي. ومعايا كده ايه، ميكس جبنه شيدر على رومي على موتزاريلا، ميكس كده ببعضه. اول حاجه كده هنبدا بيها، هنبدا بالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هاخد كده بقى من قطع البانيه ديت عشان هي متلجه معايا، لان انا اصلا عايزاها كده متلجه معايا عشان ان انا اقدر اخليها كده شرايح معايا، صوابع قصدي. هحاول ان انا افصلها كده من بعضها وارجع لكم تاني. هنا كده وهي متلجه معايا كده، هحاول ان انا اخدها ماسكه في بعضها بس، وهي يعني انا كده كده هقطعها معايا بالسكينه بحيث ان انا هعملها صوابع وكده. وهي متلجة كده هتبقى طالعة معايا كده سهولة. ونعملها كده. ايه رأيكم كده يا بنات؟ الحاجة لما بنكون مفرزينها في البيت بتنفعنا ازاي؟ انا عايزاها كده، عايزاها صوابع كده تطلع ايه حلوة كده معايا، ما تبقاش كبيرة أوي ولا هي صغيرة أوي. انا كنت هعملها بنات بس لما الولاد طلبوا الشاورما ولا عيون الولاد. ربنا يا رب يهديهم ويبارك فيهم كده، بس اهم حاجة ربنا يهديهم، ربنا يهديهم كده يا رب ونشوفهم من الصالحين والناجحين يا رب. قطعها برضو زي ما انت عايزة الشاورما كبيرة، عايزة شاورما صغيرة، زي ما انت عايزة. ان انا بحس ان هي كبيرة كده معايا بمسكها كلها اقطعها كده. معايا طبق هنا كده بنزل بيه عشان اشوف الكمية اللي انا عايزاها، الباقي ممكن ارجعه معايا تاني في الفريزر. ايه رأيكم بقى اكمل الكمية دي وارجع اوريها لكم؟ ايه رأيكم الكمية كلها قطعتها ازاي؟ هاخد بقى القطعة بتاعتي دي اغسلها كويس كده واجيبها عشان اقطع عليها بقية الخضار. رجعت كده معايا القطعة تاني وجبت سكينتي وغسلتها كويس قوي عشان ما يبقاش ريحتها زفرة معايا وكده ايه، عشان احنا عارفين حاجات اللحوم اللي احنا بنقطعها هنقطعه وكده. هنجيب ايه معايا؟ هنجيب معانا البصل كده هنقطعه جوانح، هنمسكه نقطعه كده جوانح صغنطوط عشان يبقى معانا ايه للشاورما كده. انا ساعات بعمل الشاورما ديت بس بالبهارات، ما بحطش عليها جوانح ولا حاجه، ما بحطش عليها فلفل ولا بصل ولا اي حاجه، بس قلت حبيت ان انا ازود الكميه الخضروات دي اللي انا ادخلها للولاد قيمه غذائيه مع الشاورما بتاعه الايه الكريب. همسك كده معايا طبعا البصل كده جوانح زي ما انا بقطعه، شايفين انا بقطعه جوانح صغيره ازاي، حسب برضو ما انت عايزاه كبير عايزاه صغير، تبع راحتك وتبع ما انت هتاكلي، وطبعا انت اللي بتاكلي محدش بياكل معاكي. ايه رايكم بقى؟ إيه، خلص كده الكمية كده كلها، وبعد ما اخلص الكمية ديت هروح اخلص كمية البصل. طبعا هخلص كمية ايه يعني، اخلص كمية البصل اللي معايا كده. كان معايا هنا ايه، كانوا كام بصلة، 3 بصلات باين يا ولاد اهو، قطعتهم كلهم كده جوانح. حسيت اللي هو كتير وكنت عايزة اشيل منه، بس قلت لا انا هسيبه كده ببركة ربنا وزي ما تيجي دقلها.
بس كانوا شوية كريب بسم الله ما شاء الله بألف هنا يا رب على اللي أكل منه. بجد والله العظيم والله والله يا ولاد أنا ما بحلف كده. أنا بشتري الكريب من برا غالي جدا جدا جدا. في ايه مفهوش حاجة، شوية الشاورما الصغيرين دول بدون أي حاجة زي ما أنا بقولكوا كده، وبس طبق تومية صغطوط كده معاه، وتيجي تبص على سندوتش الكريب مش عارفة هو كش ولا هو سخطوه ولا هو صغير جدا وب40 جنيه. ب40 جنيه، شوفي لما انت مثلا يكون عدد أسرتك كام واحد وتجيبي كام واحد مبلغ جامد. طب وانا ايه، انا اطلع من عندي واعمل من عندي وضامنة حاجتي وعارفة انا بعمل ايه للأولاد. هي طبعا ده حاجة الرزاق، ربنا يوسع رزق كل واحد يا رب ويفتحها على كل واحد يا رب كده بيسترزق الرزق ليه ولولاده. انا كنت احطها في الطبق بس رجعت قلت انا هوسخ الطبق معايا ولقيت اما انا معايا الطاسه على طول. خلصت كده البصل كده جوانح معايا ورحت جايه حاطاه في الطاسه جهزته معايا كده في جنب. وهجيب برضو الفلفل معايا ايه، معايا فلفل الوان، معايا فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر، هعمله برضو ايه جوانح كده صغير زي ما انتوا شايفين انا بعمله ازاي. احنا كلنا طبعا ستات بيوت وعارفين بنعمل كل حاجه، بس انا بحب ان انا بس اوريكم يومي ماشي معاكم ازاي، مش اكتر ولا اقل. اللهم صل على النبي. خلصت كده كمية الفلفل الأحمر كده، وهجيب معايا برضو الأصفر وهاخد وهعمل منه. أنا طبعا حسيت إن كمية برضو الفلفل ده كتير كده، والولاد ممكن يشيلوه من قلب الحشوة وكده يطلعوه، بس ما خدوش بالهم لأن أنا كنت عملت اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملت الشاورما كده تبلتها معايا واديت لها التشويحة الجامدة دي بالصدمة الحلوة ديت، وهم ما خدوش بالهم الا وانا بجهزه بس بحط الحشو. انا هنا بقول لكم اللي مش متاح عنده قطعه كده بياخد الحاجة بيقطعها ايه صوابع صغيرة كده. خلاص كده كفاية بقى، هاخد شوية كده من الأخضر علشان يبقى مشكل معايا كده، يبقى أحمر وأخضر وأصفر. وكنت هنا عايزة أحط شطة، بس الواحد عشان دور البرد كده وصدره تعبه مرضتش أحط شطة عشان ميبقاش حراق قوي ويتعب صدر الولاد معايا. ادعولي بالشفاء بالله عليكم، لان انا حاسه ان انا جايلي دور برد جامد جدا جدا، مخليني مش قادره ان انا اتحرك، مش قادره ان انا اتكلم، مش قادره ان انا اقاوم. فالله المستعان، ربنا يشفينا ويشفيكم ويشفي كل مريض يا رب. هنا معايا البصله اهيت بقى، تعال نولع عليها البوتاجاز ونديلها كده تتبيله تدبل. انا عايزه البصله دي تدبل معايا، ومجهزه كمان كده جنب طاسه علشان لما اخلص الكريب احطه في الطاسه التانية ديت كده ايه، ادوله صدمة من هنا ومن هنا بحيث ان الحاجات كلها تتجانس مع بعضها، الجبن والشاورما. شوية زيت صغيرين عشان البصلة تدبل معانا. هتبل البصلة ديت كده اديلها تشويحتين، احس ان هي خلاص دبلت معايا، هنزل معايا بالفراخ على طول. قلبي قلبي كده، صدمة كده على السريع. وهنا مجهزة جنب مني بهاراتي، ده 7 بهارات: فلفل أسمر، مرقة دجاج، كمون، اللهم ذكرني يا رب، قرفة ناعمة، شوية ملح صغيرين جدا علشان طبعا مرقة الدجاج بتبقى حادقة معايا ومش عايزة أكتر ملح علشان ما تحدقش معايا أوي. هنا البصلة شايفينها كده دبلت معايا ازاي، زي ما أنا عايزاها تدبل كده علشان تبقى خلاص استوت، ما تبقاش في قلب الشاورما، تبقى لسه بتقرمش معايا وكده وتبقى لسه مصححة. فاديت لها الصدمة الخفيفة دي كده. الفراخ دي انا كنت بقول لكم انا غسلاها كويس جدا. بعد قبل ما اعملها كانت متلجة، وكنت غسلتها وكنت غسلاها قبل ما اعملها برضو انا في الفريزر وكده. فبعد ما قطعتها برضو اديت لها تشطيفة خفيفة كده عشان اضمن نظافة الحاجة معايا. هنا برضو هي لسه، مع اني برضو بتشطفيها عشان متلجة وطالعة من الفريزر بترجع تشد معايا تاني. هنا الطاسة بتاعتي عشان سخنة كويس، لازم الطاسة تبقى سخنة اوي معاكي عشان ما تنزلش معاكي مية تديلها صدمة كده ايه سريعة. هنا ايديا دايما باستمرار كده عشان الشاورما ما تتلسعش مني.
بقلب كده اللي احس ان هي اخدت لون بقلبها واحط اللي هي لسه ما اخدتش لون تحت زي ما انا بعمل كده. هنا البصل خلاص كده ما عادش باين فيها صح؟ صح يا جماعة. انا بوريكم كده ان هي ما بتنزلش مية ازاي، ما نزلتش معايا نقطة مية علشان الطاسة كانت سخنة معايا واخدت صدمة حلوة كده. كده تمام. هسيبها كده لما تاخد الصدمة بتاعتها الحلوة كده وتاخد معايا نص سوا، هبدأ انزل ببقية المكونات بتاعتي. رجعت لها تاني كده برضو اديلها تشويحة. واحنا واقفين كده لازم عينينا نشوف حاجتنا كده اول باول عشان ما تتلسعش مننا ما تتحرقش كده، خسارة الحاجات دي كلها مكلفة، عارفين الحاجات كلها بقت غالية. هجيب بقى بهاراتي مجهزاها وانزل بالبهارات بتاعتي على الفراخ كده، تاخد الفراخ تاخد طعم البهارات كده قبل ما انزل بالفلفل. بقولكوا الفراخ هنا اخدت نص تسوية كده معايا اهيت، يعني اعتبر ان هي استوت اصلا لان انا مقطعاها قطع صغيرة. اجيب بهاراتي كده كلها وانزل بيها رش رش رش، اديلها بقى تقليبة كويسة، خلي البهارات كده ريحتها تطلع مع الشاورما ديت، عايزة ريحة البهارات دي تبقى فاقعة كده. ايه وانتوا معايا كنتوا شميتوا الريحة ديت عاملة ازاي معايا دلوقتي؟ شايفين الدرجة بقى كده ايه مع البهارات مع الريحة اللي طالعة ديت؟ كده تمام التمام. جيب بقى حاجاتي كده الخضروات اللي احنا قطعناها، الفلفل الالوان ده كله اصفر على احمر على اخضر، وهنزل بيه ايه على الشاورما دي. انا بزود بس عشان ازود القيمة الغذائية للولاد. اديلها تشويحة برضو كده حلوة. اول ما الفلفل خلاص ان انا احس ان هو بدأ يدبل معايا، خلاص كده هيبقى خلاص الفلفل الاخضر استوى ودبل معايا كده يبقى تمام. هنزل معايا بشوية جبنة من اللي هي الشيدر والرومي والموتزاريلا كده ايه، الميكس اللي معايا ده. سبتها شوية كده، ارجع اديلها تقليبة تاني عشان ما تتلسعش، زي ما احنا متفقين ان احنا لازم نقلب اول باول كده حاجتنا ما تتلسعش معانا. الطاسة طبعا نضيفة معايا عشان انا ايديا باستمرار في قلب منها، طاسة نضيفة ما اتلسعتش ولا اي حاجة. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة والطعمة ديت؟ شايفين كده شوية جبن كده بقى معتبرين حبة حلوين؟ ايوه. خدي يا ام وهاب كده وكتري كتري كتري مش تستخسري. هنديله برضو قلبة كده علشان الجبن دي كده تسيح كده وتبقى ايه حاجة جوسي كده. هنا بقى الواحد خلاص محدش عايز يتكلم، أصمت قليلا ولا أستمع قليلا على الطعم وعلى الحلاوة وعلى الريحة. بجد حاجة تحفة تحفة، جربوها يا ولاد وادعولي وقولولي طلعت معاكم ازاي، طعمها ازاي، هنا الجبن ساحت ازاي. خلاص هطفي بقى بوتاجازي وتعالوا بقى معايا نلف. شايفين هنا بقولكوا كله اتمسك ببعضه ازاي، الريحة تحفة. انا وانا بلف بقى الولاد كانوا ايكم وقفوا معايا بيقولوا يا ماما الريحة تحفة اوي، ريحة الشقة جميلة. قلت لهم بس اللي انتوا بتطلبوه انا بعمله لكم اهو، بس ايه يسمعوا الكلام بقى. انا كنت مقصرة كده شوية حسيت ان هي كبيرة قوي، فهرجع اسحبها تاني قدام. شوفوا زودت التانية تاني قدام، خليتها نص ما خليتهاش قريبة زي اللي انا كنت عاملاها الاول دي، تبقى نص كده عشان تبقى محملة وحلو. شوية جبن بقى على شوية كاتشب
ولف يا باشا. انا كنت عايزة اعمله رول اللي هو الطويل ده، الولاد قالوا احنا عايزينه مثلثات، فاعمله لهم بقى زي ما هم عايزين، عشان هم طبعا اللي هياكلوا. بجيب نصه كده وبجيب النص التاني كده، بضغط عليه ضغطة كده ان هو كله يتماسك ببعضه. والطاسة التانية تعالوا بقى كده هنحط على البوتاجاز على طول واحنا شغالين، علشان نلحق وقتنا كده ايه، نسوي اول باول. ما شاء الله على البوتاجاز بتاعي يا ولاد، عايز تنظيفة عميقة. ادعولي بس كده ان ربنا يشفيني وارجع كده انضف تاني كده لان انا من النوع اللي مناعتي ما عنديش مناعة، لما بنام يعني. فكلكم ادعولي كده بالشفا ان ربنا يشفيني ويعافيني يا رب. هعمل كده كمان واحد. في اللي عايز مايونيز وفي اللي عايز كاتشب، فانا كل واحد حابب طبعا رغبته. انا كنت هنا عايزة اعمل تومية، فهم قالوا لا يا ماما مش عايزين تومية، قلت لهم تمام ماشي. عملت لهم كده مايونيز، حطيت لهم كده مسحة من المايونيز كده في الكريب، وبقيت احط على الخلطة بتاعتنا الجبارة دي. حط لهم شوية جبن برضو مع كاتشب، كان ما شاء الله. هل اللي احنا بنجيبه من بره بيبقى بنفس الحاجات اللي انت حطاها ديت، ولا بيبقى ايه النظام؟ بجيب واحدة كده وواحدة كده وكده تمام، وباخد على طول في الطاسة وبحطه جنب بعض كده. جهز الكمية ديت. في اللي كان واقف جنبه هو مستعجل عايز يروح الدرس وعايز ياخد واحد قبل ما ينزل، فبقيت مستعجلة كده ان انا عايزة اطلع واحد اديهوله الفول كده وياخده وايه وينزل. هنا بقيت بقى اكمل الكمية كلها كده. حبيت ان انا بس اعمل معاكم شوية ان انتوا تكونوا شايفين وانا بعمله. في اللي بقيت احط عليه جبن وفي بقيت اللي مكنتش احط عليه جبن وكده. طبعا ولادنا طبعا ما هما بيحبوا الطريقة اللي انا بعملها. هنا بقى فضيت كده الكاتشب كده معايا في بولة صغنونة كده. ورأيكم بقى في الفينش الأخير. من بقى لسه ما حطش لايك هنا لشوشو، ناس الشوشو كده باللايكات الحلوة اللي زيكم والكومنتات الحلوة. هفتح لكم هنا واحد كده اوريكم قلبه من جوه عامل ازاي. شفتوا بقى الحشوة كده من جوه كله سايح في بعضه كده، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قلبه طري جدا جدا واللحمة طرية وكل حاجة فيه كده طعمها حلو. هنا الجبن بتمط معايا ازاي.